السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع محمود النجدي. ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. معانا النهاردة 3 عطور من العربية للعود. ال3 بالنسبة لي أجمل من بعض، وال3 بينفع يستخدموا في الصيف، وال3 كتير جدا من المتابعين طلبوا مني إن أعمل لهم مراجعة. وبصراحة ال3 عطور اللي معانا هم عطر أرابيان نايت سيلفر اللي هو فارس العربية الفضي، وعطر أرابيان كود اللي هو اسمه كود العربية أو هو اسمه أرابيان كود، ومعانا عطر أسرار. طبعا ال3 عطور دول لما كنت بستخدمهم كنت بحس دايما ان هم شبه بعض، ولكن للامانه لما استخدمتهم فتره مطوله حسيت ان هم كلهم مختلفين عن بعض بطريقه واضحه جدا، وانا اللي كنت فاهم غلط. عشان كده حبيت ان اعمل لهم مراجعه واحده في نفس الفيديو عشان خاطر اعرف اقارن بينهم، ولو حد من المتابعين عندي عايز يشتري عطر فيهم يشوف المراجعه كلها على بعض ويعرف هو يحدد ويختار هيشتري مين فيهم. وطبعا قبل ما نبتدي مش عايزين ننسى اخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي السودان، ان شاء الله ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. مش عايزين ننساهم ابدا من دعائنا، ودايما نتذكرهم في صلاتنا وفي سجودنا، وده اقل شيء نعرف نقدمه ليهم. وباذن الله النصر قادم باذن الله، وان شاء الله ربنا يعز الاسلام والمسلمين بفضل هؤلاء المجاهدين عاجلا غير اجلا يا رب العالمين. هنبتدي اول حاجه بالشكل الخارجي للعبوات بتاعه ال3 عطور. احنا طبعا هنبتدي دايما هنتكلم عن فارس العربيه الفضي، وبعد كده اريبيان كود، وبعد كده عطر اسرار. هنشوف العلبه بتاعت فارس العربيه الفضي، هتحس ان هي علبه كده شيك ومنمقه وبسيطه، بخلاف دايما العلب بتاعت العربيه العود اللي بتبقى فيها بهرجه جامده جدا وتحس ان فيها فخامه غير عاديه، وبيضيفوا ثمنها على ثمن علبه العطر. هنا العلبه شكلها سيمبل بسيطه خالص، مكتوب عليها فارس العربيه الفضي، ومعموله زي اي علبه عطر احنا متعودين عليها، بتتفتح كده بالطريقه دي، وهنا من ورا لونها سيلفر، وهي حاجه بسيطه ولكن معموله من الخشب المقوى كده او من الكرتون المقوى. وهنا حاجه بسيطه جدا، العلبه بتبقى موجوده هنا جوه في مكان قطيفه، شكلها بسيط جدا. والعلبه بتاعت اريبيان كود برضو بسيطه، ولكن تحس ان الكواليتي بتاعتها اقل بكتير. يعني هنا العلبه تقيله، لما تشيلها العلبه هنا تقيله وتحس ان هي فخمه وينفع تقدمها هديه. هنا العلبه بسيطه خالص وخفيفه جدا، وتحس ان العطر ده موجه اكتر للشباب، وهنتكلم عنه بعدين ان هو موجه للشباب. يعني علبه بتتفتح بالطريقه العاديه دي وتتحط هنا جوه، علبه بسيطه خالص ما فيهاش اي نوع من انواع الابداع. علبه اسرار تحس ان هم يعني كانوا ناويين يعملها حاجه فخمه، وفي الاخر قال لك لا نلم الموضوع. علبه هي ضخمه شويه ولكن ايه برضه بسيطه، لان شكل العلبه فيها شيء من الفن شويه. علبه فيها كده عوجه، ومن جوه برضه شكلها فيها الزجاجه دي، يعني تحس ان هو العلبه جواها هذا البرطمان او هي بتاع، وتتحط كده بالطريقه دي. فده كده عشان الناس تبقى عارفه العلبه الداخليه اللي هم هيشتروها شكلها عامل ازاي. وهنا طبعا عاملين مكان مفرغ، هنا بتتقفل بالطريقه دي، مش عايزين نضيع وقت في الموضوع. يبقى هنا ده شكل الزجاجه الداخليه اللي موجوده في الكرتونه بتاعه عطر اسرار. انا طبعا ما اعرفش دي شبه ايه، ولكن هي عامله زي البرطمان كده، ايه بتحط فيها العبوه العطر. نيجي بقى للزجاجات الداخليه بتاعه العطر. برضو هنا الزجاج بتاع العطر طبعا باين قد ايه انا بستخدم هذا العطر، لان انا بحبه جدا على المستوى الشخصي. وبالمناسبه في عطر ثاني اسمه فارس العربيه الذهبي، الاثنين قريبين جدا من بعض يا جماعه، ومفيش داعي انك كده تجيب الاثنين، بل بالعكس العطر ده في نفس نوتات فارس العربيه الذهبي، بخلاف هناك بعض الاخشاب زياده شويه، ولكن هنا النوته الحمضيه اللي موجوده في العطر ده ونوتة الخشب الكشمران بتخلي العطر ده ليه نفاذيه قويه جدا. وهنتكلم على الموضوع بتاع الاداء بتاع ال3 عطور تباعا. وهنا شكل العبوه بتاعه العطر ده بسيطه، وانا عاجبني فيها ان الغطا بتاع العبوه ماجنتيك. هنا الغطا عادي، هنا بيتحط كبس كده، ولكن برضه بيعرف يمسك العبوه، لا ما بيعرفش يمسك العبوه كويس. وهنا العبوه بتاعه اسرار تحس ان هي قطيفه، وده كده تحس ان هذا الجو المخملي ليه علاقه برضه بريحه العطر. العطر ده تحس انه عطر سويتي شويه، وانا مش عارف ليه يعني ملمسه كده بيحسسني بريحه العطر، ما اعرفش ليه. ولكن برضه هنا الغطا مش ماجنتيك، ولكن بيعرف يمسك علبه العطر كويس. ويعتبر ده شكل الزجاجات الداخليه. نيجي نتكلم بقى عن الانطباع اللي انت بتحسه اول ما بترش كل عطر فيهم. هنتكلم عن كل واحد فيهم على حده. اول عطر هنشوف الانطباع بتاعه عطر فارس العربيه الفضي، هنرشه كده مع بعض ونشوف. بسم الله. الله قد ايه انا بحب العطر ده بصراحه، عطر جميل جدا. هي اول حاجه انت بتحسها اول ما ترش هذا العطر هي ريحه منعشه قويه جدا ونفاذه جدا، بس تحس ان هو بطابع كلاسيكي قديم. مش معنى الكلام ده ان هي حاجه وحشه، بل بالعكس ده هي جميله جدا، ولكن تحس كده ريحه فخامه كلاسيكيه عتيقه. يعني مش هو كده حاجه كده منعشه هايفه، لا هي حاجه منعشه بس فخمه، يعني ريحه كده خشبيه عنبريه فعلا جميله جدا. مقدمه العطر ده فيها زهره الجيرانيوم، قلب العطر فيه الكشمران وده واضح جدا مع العنبر، وقاعده العطر فيها الفانيليا المدغشقريه اللي انا بحبها على المستوى الشخصي جدا، ولكن هنا معموله بطريقه فعلا فيها حبكه جميله جدا.
يعني اعتقد برضو النوتات دي هي دي اللي مكتوبه على الموقع الرسمي بتاع العربيه للعود، ولكن برضو العطر ده فيه نوتات حمضيه وفيه اكيد باتشولي، لان فيها نوته حمضيه انا شاممها جدا وبوضوح. العطر اللي معانا الثاني ارابيان كود، هنشوف برضو ايه الانطباع اللي احنا بنحسه اول ما بنرش هذا العطر. بسم الله. برضو العطر ده اول ما بترشه بتحس بريحه منعشه اكتر من عطر فارس العربيه، ولكن الريحه المنعشه دي بتحس بيها اكتر لان هو موجود فيه نوتات حمضيه مع نوتات مائيه. ده اللي انا بشمه اول ما برش هذا العطر. يعني انا في الاول بقول ايه الانطباع اللي انت بتحسه من العطر اول ما بترشه، وبعد كده بقول ايه النوتات المذكوره في الموقع بتاع الشركه بتاعت العربيه للعود. فانت هنا بتحس بريحه منعشه جميله جدا، وبتحس ان هي اقوى من فارس العربيه، ولكن عشان يوجد نوتات مائيه انا حاسسها بوضوح جدا اول ما برش العطر ده. مقدمه العطر ده فيها نوتات مائيه او نوتات اذونيه زي ما مكتوب برضو على الموقع. قلب العطر ده فيه زهره الوادي، قاعده العطر فيها المسك، وطبعا برضو انا حاسس ان العطر ده فيه برجموت وفيه باتشولي وفيه نوتات منعشه برضو واضحه جدا في هذا العطر، بغض النظر انها مش مكتوبه في النوتات الرسميه في موقع العربيه للعود، ولكن برضو في هذه النوتات. يبقى احنا كده قلنا ان العطر ده منعش ولكن الانتعاش بتاعه كلاسيكي. هنا منعش وفواح ولكن في نوته مائيه مدياله شبابيه اكتر. نيجي بقى على العطر الاخير عطر اسرار، ونشوف ايه الانطباع اللي انت بتحسه اول ما بترش هذا العطر. بسم الله. طبعا انا اعتقد ان اسرار البخاخ بتاعه اقوى شويه من الاثنين اللي فاتوا. الله، هنا بقى في نوته حلوه، يعني انت بخلاف الاثنين دول انت بتحس هنا بنوتات منعشه او ريحه منعشه، هنا بقى بتحس بنوته سويتيه واضحه جدا بخلاف العطرين اللي فاتوا، ولكن بعد النوته السويتيه دي بعد 3 4 ثواني بتحس برضو بريحه منعشه جميله جدا، وبتحس بريحه فانيليا فواحه بطريقه انت مش متصورها، وتحس انك انت اول ما بترش هذا العطر العطر ده هيكون اداؤه اقوى من الاثنين التانيين، ولكن مش دي الحقيقه. العطر ده فعلا اداؤه قوي جدا، ولكن المفاجاه ان انا لما استخدمت العطر بتاع فارس العربيه ده بطريقه مطوله، ده اكتر عطر فيهم فواح واكتر عطر فيهم ثابت واداؤه فعلا اقوى من الاثنين التانيين، وهنتكلم عن موضوع الاداء ده تباعا. فهنا الريحه اللي انت بتحسها اول ما بتشم هذا العطر ريحه سويتيه جميله جدا، ولكن بعدها بفتره بسيطه بتحس ان في ريحه منعشه بعد الريحه السويتيه. تعالوا بينا نشوف بقى نوتات هذا العطر، والعطر ده مليان نوتات وكلها اجمل من بعض. مقدمه العطر ده فيها لافندر وفلفل وردي، تحس ان الاثنين دول كده مديني الانتعاش اللي انت بتحسه بعد النوته السويتيه من العطر. طيب قلب العطر فيه ايه؟ فيه كراميل وفيه عنبر وفيه تونكا. طبعا بدانا نشوف ايه النوتات الحلوه اللي موجوده في هذا العطر، وفيها هيل وفيه عنبر، فالعطر فيه مكونات كتيره جدا. قاعده العطر بقى فيها مسك وفانيليا، فعلا مكونات كلها جميله جدا، ولكن العطر ده على فخامته وعلى جماله، يعني انا حاسس ان العطر ده كرائحه هو اجمل من الاثنين التانيين، ولكن للاسف اداؤه مش اقوى حاجه، فعشان كده العطر ده مش هخليه في المرتبه الاولى ما بين الثلاث عطور اللي معانا النهارده. طيب نيجي نشوف حجم كل عطر من اللي معانا النهارده وثمنه كام. حجم عطر فارس العربيه الفضي 100 مللي وسعره تقريبا $65، وحجم عطر اريبيان كود 90 مللي وثمنه تقريبا 40 ل $45، واسرار حجمه 100 مللي وثمنه $60، فيعتبر اغلى واحد فيهم ده 65 وده 60 والثاني 40، فيعتبر دلوقتي ده المقارنه ما بين الاسعار والاحجام بتوع الثلاث عطور. لو جينا نتكلم عن استخدامات العطور اللي معانا النهارده، فممكن بمنتهى البساطه نقول ان عطر فارس العربيه ينفع يستخدم للشباب اللي فوق ال 30 لغايه 40 او 45 سنه، وعطر اريبيان كود ينفع للشباب ال 20 فوق ال 20 تحت ال 20 هيكون مناسب ليهم جدا. لو جينا نتكلم عن عطر اسرار فهو مناسب لما فوق ال 35 لجمال هذا العطر ولتعقيد النوتات العطريه بتاعته. نيجي بقى نتكلم عن منطقه الاداء، ودي اللي هتخلينا نشوف نختار ما بين العطور الثلاثه دي مين الافضل ومين الاقل اختيارا فيهم. اداء العطر ده هو يعتبر الاقوى والافضل بالنسبه لي. العطر ده فهو حاله مش اقل من 3 ساعات وثباته بيفضل حرفيا ل 10 او 12 ساعه. العطر ده ابهرني لما كنت بستخدمه وحاسس ان انا مش شامم العطر بعد تقريبا 6 7 ساعات من ابتدائي لهذا العطر. في ناس اثنت على العطر وقالت العطر الجميل اللي انت حاطه ده، مع ان اليوم ده كان شديد الحر جدا ومع ذلك كانت ريحته واضحه جدا وملحوظه. العطر الثاني معانا يعتبر برضو يعني اداؤه اقل بسبب ان هو برضو موجه للشباب اكتر، فمحتاج انك ترش منه كتير. اداء العطر ده مش هنقول جيد جدا، ممكن يكون جيد يعني الى جيد فما فوق حاجه بسيطه. فوحان العطر ده مش اكتر من ساعه ونص ساعتين، وثباته ممكن ما يتعداش ال4 أو 5 ساعات، فيعتبر اداؤه متوسط، ولكن هو زي ما قلنا كده ان هو مناسب اكتر للشباب. العطر ده بقى على جماله وعلى جمال ريحته وعلى نوتاته المعقده جدا، ولكن اداؤه متوسط، يعني هنقول ده رقم 1 وده رقم 2 واريبيان كود رقم 3. فوحان العطر ده تقريبا من ساعتين لساعتين ونص، وثباته بالكتير قوي 5 ساعات. فاحنا لو قلنا كده بالترتيب ده رقم 1 وده رقم 2 واريبيان كود رقم 3. ولو جينا بصينا عن مدى تشابه هذه الرائحه
بالعطور اللي احنا يعني استخدمناها. انا بصراحه شايف ان اكتر عطر مشابه للعطر انا استخدمته قبل كده العطر ده اريبيان كود، قريب من عطر هوجو بوس النسخه الاولانيه، ولكن برضو بطريقه مختلفه شويه، منعشه اكتر، ويمكن يكون اداؤه احسن من هوجو بوس. انما الاثنين دول بصراحه ما شفتش حاجه خالص شبه هذين العطرين. فيا ريت اللي يستخدم اي حاجه من الثلاث عطور يكتب لنا في الكومنتات من المتابعين ايه العطر اللي استخدمه من الثلاث عطور يشبه ايه من العطور العالميه، عشان خاطر برضه تكون معلومه واضافه ليا. لان زي ما انا يعني بتكلم وبحب اتكلم معاكم عن العطور، انا فعلا بتعلم منكم، وفي كتير من المتابعين قالوا لي حاجات على الكومنتات على بعض الفيديوهات فعلا اتعلمت منهم ولقيت ان كلامهم مظبوط جدا. واخر حاجه لو هقيم العطور اللي معانا النهارده دي كام من 10 لكل عطر فيهم، فانا من غير تردد حد العطر ده 8.5 من 10، وبعد كده حد العطر ده 8 من 10، وحد العطر الاخير اريبيان كود 7 من 10. فاعتقد ان كلامي ممكن يكون واضح للي حابب ان هو يشتري اي عطر من الثلاثه دول مين اللي ممكن يكون بالنسبه له افضل. فانت ممكن لما تسمع يعني كل حاجه في الثلاث عطور انت تعرف تقول مين اللي مناسب ليك اكتر. يعني ده ممكن يكون انتعاشه جميل جدا وقوي جدا اول ساعه ونص او ساعتين، ولكن ثباته مش اقوى حاجه. ده جمال الرائحه بتاعته بصراحه جميله جدا، ولكن ثباته قوي جدا وابهرني، وسمعت منه اطراءات كتيره جدا. ده برضو سمعت عنه اطراءات ولكن هو ريحته اكثر حلاوه، يعني ينفع يستخدم في الصيف وفي الشتاء اكتر من العطرين دول، لان العطرين دول فواحين اكتر، ولكن ده اتقل وارقى وريحته كده جورمانديه جميله جدا، فيها فانيليا مدغشقريه انا بحبها جدا على المستوى الشخصي. ففعلا من العطور اللي انا استمتعت جدا باقتنائها. وبكده اكون خلصت كل حاجه عن الثلاث عطور الجميله جدا من العربيه للعود دي. اتمنى تكون المراجعه تكون وافيه ومفصله، ويا ريت لو كنت نسيت اي حاجه تفكروني في الكومنتات برضو. فيا ريت اللي سمع المراجعه دي وجهه نظري الشخصيه، ويا ريت برضو اللي هيجيب اي عطر من العطور دي جربها كويس قبل ما يشتريها، عشان خاطر برضو العطور دي اذواق وانا مجرد بعرض لكم ذوقي الشخصي. اتمنى تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.